راح احط شرايح الليمون، هيل ومسمار، نص ملعقة صغيرة من الكركم. حرك الخليط تمام دجاج واخليه لمدة ثلث ساعة وبعدين اشيله من هالمنقوع. طبعا ما راح يكون في اي زفرة في دجاج الشواية. خلاص راح اشيل الدجاج. هنا الخلطة اللي راح أدهن فيها الدجاج. طبعا بهارات مشكلة وفلفل أسود، كمون، حطيت شوي كاتشب وأضفت زيت الزيتون راح أدهن فيها على طول. طبعا ما تنسوا تتبلوها بالبهارات من داخل. وهنا شكيناها في زيت الشوي وراح ندخلها الفرن. أنا هنا دخلتها. شوفوا أحط هنا القصدير عشان كل الدهون تنزل هنا وشوي من التتبيلة عشان ما توسخ الفرن. الحين بسوي رز عشان بقدم معه دجاج الشواية. أول شيء أضفت البصل وشرايح الثوم وأقلبهم بشوي زيت، تقريبا ملعقتين 3 ملاعق بس يذوب يغلي البصل. راح أضيف عليه شرايح البطاطا، فلفل البارد وفلفل حار حسب رغبتكم. أضفت نص ملعقة من الكركم وراح أضيف تقريبا ملعقة من البهارات المشكلة. هنا راح أضيف ملعقة صغيرة كلها من الزنجبيل، الملح، حبة هيل ومسمار هم مع بعض. بس قبل أغطيه راح أضيف الجزر. سلقت الرز نفس ما قلت لكم نص استوى، راح أنزل على البطاطا نقول الزعفران. وهنا الرز بعد ما حطيته في صحن التقديم. شايفين الجمال والريحة طبعا خيالية، ما يحتاج مجهود من الشكل. آخر شيء أضفت لها رشة من الفلفل الأسود والكزبرة والكمون. طبعا هي الحين حارة جدا بس شوفوا كيف ذايبة تماما. شايفين؟